الشياطين أرادت أن تحرق وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فماذا حصل؟ في ذات ليلة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته الشياطين وحاصرته من كل مكان، وجاءته من الشعاب والوديان، وكان من هذه الشياطين شيطان يحمل شعلة من النار يريد أن يحرق بها وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزل جبريل عليه السلام وقال: يا محمد قل. فقال رسول الله: ما أقول؟ قال: قل: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر ما ينزل من السماء، ومن شر ما يعرج فيها، ومن شر فتن الليل والنهار، ومن شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن. فهزمهم الله تعالى وانطفأت نارهم. هذا الذكر يا إخوة داوموا عليه، وبإذن الله تعالى لن يمسكم أي شيطان، وتكونوا محصنين، وما تخليش غير عندك أن نشروا وانشروا الخير. حفظكم الله وبارك فيكم. هذا الشيخ يقرأ القرآن كما أنزل على محمد. يوم من الأيام رأى الشيخ رؤيا عجيبة جدا في منام. أتاه جبريل عليه السلام ونفخ في صدره. بيقول الشيخ: صحيت من النوم بسبب هذه النفخة وحسيت ببرودتها في صدري. فلما راح وفسر هذه الرؤيا عن مفسر أحلام قال له إنك تقرأ القرآن كما أنزل على محمد. للأسف هذا الشيخ ما هو مشهور مرة، ويعني ما كثير مننا يعرفه. هو الشيخ هيثم الجدعاني رحمه الله تعالى، كان إمام في مدينة جدة. الآن راح أسمعكم تلاوة من تلاواته عشان تعرفوا كيف كان الرسول والصحابة يقرأوا القرآن. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. الله يجعلك النخلة عروقها في الماء وراسها في السماء. الله يجعلك الرمانة من برا مزيانة ومن الداخل مليانة. والله يجعلك الدالية وين صد تلقاها موالية. والله يجعلك وجه الشلف الماء ما يشوف الراي ما يتلف. والله يجعلك السبع متسكي وتخلع. والله يجعلك غابة والناس حطابة. والله يجعلك الدهان وعديانك الدبان اللي طاح فيهم ما يبان. والله يهنيك ويمنيك ويرد عليك والديك. والله يعمر لك الدار ويسترك من العار. الله يسجيك وينجيك ويبقي الستر عليك. قولوا امين. إذا كتبت الله جل جلاله في إناء به ماء 66 مرة وسقيته مريض عوفي بإذن الله وإن كان مسحورا. كاينين واحد النوع نتاع الناس اللي ما خصكش تغلط معاهم، ما خصكش باتاتا تقرب لهم. هاد النوع نتاع الناس كيكون ربي عطاهم واحد البركه، الا درتي ليه اديتيه نممتي فيه طيحتي منه اديتيه باي طريقه بالسحور بخدمته في اللي كتبان فيك اليوم قبل من غدا، حياتك كتدمر كتقلب راسا على عقب. ماشي هو كيدعي فيك او لا كيتبعك وكيحاول يدمرها لك، هو كيوكل امور الله وداكشي كيبان فيك. وهذا الشيء كيتكرر اللي اداك يوقع معاه نفس الحاجه. الناس مباركين كنسميهم الناس الزهريين، كتلقى عندهم هذه البركه هذه من ضمن بزاف نتاع الحاجات اللي كيقدروا يديروهم، بزاف د الخصائص باش يميزهم بهم الله. ومن ضمنهم هذا الشيء هذا، ما تاديش ما تجيش جهته، لان كاينه شي حاجه غادي تجي تاديك في البلاصه ما غاديش تعطلك وراه كتبان. كتلقى راسك انت غير معاك تدوي فاش غير تدوي فيه بالخير كتوقع لك شي حاجه، مشيتي رونتيه في خدمته كتوقع لك شي حاجه. كاين اللي كتوصل به حتى كيتعوخ وكيجلس كيشد الكرسي. فخصك ترد البال مع شكون مع شكون كتحاول تطيح عليه الباطل وتكذب عليه وتادي. خصك ترد البال تماما، خصك تدخل سوق راسك مع هذا النوع هادو ديال الناس. وهاد الناس اللي عندهم هاد البركه هذه هما نيتهم اللي كتلقاهم الا دخلوا شي محل كيعمر داك المحل، كتلقى الاكتضاد كيكون من انه خاوي، من انه كيدخل يعمر تبارك الله. وهما نيتهم الا ذكروا شي حد اولا فكروا في شي واحد، داك الواحد كيعيط لهم اولا كيحضر كيبان لهم. هادشي هذا كندوي على الطاقه، كندوي على الطاقه ديال الجذب كيجذبهم من عنده. طاقه بحال شي ماغنيت بحال شي مغناطيس كيكون داير. هاد الناس نيت كيجيوهم اشارات مناميه، كتكون الاحلام ديالهم عباره بحال كيعيشوا واحد الواقع، كيعيشوا واحد الواقع بنهار كيجي الليل كيعيشوا واحد الواقع واحد اخر. شنو هو؟ كيقدر يجيو مناميين شكون اداهم فلانه
انا اولا فلان، وفين مدير لهم داكشي اللي مثلا الا سحر فين مدير لهم، وكاين اللي كيجي يشد لهم بيدهم في الاحلام ويوريهم فين مدير لهم وشكون كيأذيهم، اولا عنده شي عمل ولا شي حاجه كيجيو اشارات مناميه على حسب داك العمل واش فيه خير ولا ما فيهش خير. كيقدر يجيهم احلام تاع مثلا شي واحد غادي يتوفى، شي واحد غادي يموت ولا غادي توقع شي حاجه وكيوقع داكشي كامل، كيقدر يوقع مثلا في اقرب وقت كيف يقدر بعيد. وهذا الشيء هذا كيقدر يجيو اشارات مناميه ولا رسائل مناميه غير مباشره كيف يقدر مباشره انه يفهمهم ويقعوا دغيا غير مباشره ما غاديش يفهمهم في البلاصه، ولكن مع الوقت غادي يدوز واحد الوقت وغادي يوقع هذاك الشيء عاد هو غادي يتذكر هذاك الحلم باللي راه جاو دوك الاشارات. هاد الناس هادو كيكونوا متبوعين من طرف الانس، من طرف الجن، من طرف هذا الشيء كامل. الاصابات الروحيه كيكون متبوع. كتلقى راسك لما مشيتي انت محط الانظار، عليك العين والحسد بزاف، ماشي غير العين الحاسده وانما حتى العين المعجبه. الا لقيتي شي واحد بحال هذا غير وقرو، غير بعيد عليه، ما تاديش، راه هو ما غاديش ياديك، راه كيكونوا مسالمين، كيكون القلب ابيض وكل شيء وكيمشي معاك بالنيه ويساعدك وشحال من حاجه يخلي راسو ويعاونك. ولكن الا اديتيه ما كتعرفش منين هبط عليك داكشي. وسير مع هاد النوع نتاع الناس بالنيه ديالك، راه غادي تنجح وغادي توصل لحاجات اللي هما عاليين. والله راه هما داكشي كيتهز من عندهم، الطاقه ديالهم ديك الطاقه الايجابيه وكيعطيها لك، يعطيك شي نصيحه تبعها، راه غادي تفيدك، حياتك غادي تفيدك. هو كتلقى تيحس براسو هو هز عليك واحد الحمل وانت مشات تنفست عليك الامور. علاش؟ لانه عنده واحد البركه، عنده واحد الطاقه زوينه. سورة الحج تقرأ للزواج، سورة الأنبياء تقرأ لطلب الذرية، سورة مريم تقرأ لتثبيت الحمل، سورة الانشقاق تقرأ لتسهيل الولادة. إذا ابنك ما بينام قريله سورة الغاشية. الأسود مال، والأبيض سعادة، والأخضر دين، والأصفر مرض، والوردي زواج، والأحمر شهرة، والأزرق نساء. ربنا سبحانه وتعالى ما أزال البحر لموسى لكن شق له الطريق، وما منع الطوفان عن نوح لكن ألهمه إنه يبني سفينة، وما أسقط التمر في يد مريم لكن أمرها إنها تهز النخلة، ولم يطفئ النار على إبراهيم ولكن جعلها بردا وسلاما، ولم يمنع الهم عن قلب أم موسى ولكن ربط على قلبها بوعده، ولم يمنع العطش عن هاجر ولكن فجر لها زمزم من تحت قدم طفلها، ولم يمنع الظلم عن يوسف ولكن جعله ملكا على خزائن مصر. ربنا ما وعدنا إنه الطريق رح يكون سهل، لكن ربنا وعدنا إنه رح يكون معانا، وإنه كل تأخير وكل انتظار وكل انطفاء وكل ضيق كان تمهيد للخير، وإنه هذا كله ترتيب أعظم من الترتيب اللي إحنا تمنناه. فعشان هيك فاصبر إن العاقبة للمتقين. مفاجئ قوي، ممكن مباشرة غنحبس داك النشاط اللي أنا فيه، داك النشاط الروحي، وغنمشي للحمام أكرمك الله، غيجيني إسهال قوي جدا. هنا غنفهم أنني راني عندي إصابة روحية في الجهاز الهضمي ديالي. شنو غادي ندير؟ غادي نمشي عند أقرب صيدلية ونقول الله يجازيك بخير أعطيني ديتوكس. غنمشي عند أقرب بارا نقول لي أعطيني ديتوكس. هذا كيعاون على الاستفراغ. ديتوكس. الديتوكس غادي نمزجو مع ماء مقروء عليه ونشربو، لأني لما مزجتوش مع ماء مقروء عليه لن تكون فيه خاصية روحية، سيخرج ما هو عضوي، سيخرج ما هو نفسي، ولن يخرج ما هو روحي. كاين شي آيات محددة سيدي محمد ولا فقط القرآن؟ المهم القرآن كله خير. أنا نعطيك داك الشيء اللي كندير من تجربة. أنا لا أؤمن بالخرافات اللي وقع دابا. قرا هذه 11 مرة، قرا هذه 70 مرة، قرا هذه 90 مرة، قرا هذه 300 مرة. أفضل سورة في القرآن الفاتحة، أفضل آية في القرآن آية الكرسي، الإخلاص، الفلق، الناس، أواخر البقرة، ما أرشدنا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، جوامع الدعاء. اللهم أعيذ نفسي بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. أما هذه الفلسفة هذه وهذا الهرطقة اللي وقع دابا في الميدان، الدين والسنة بعيدان بريئان منها براءة الذئب. هادو هما السيوف الثقيلة اللي خاصكم تحتفظوا بها وتستعنوا بها في قضاء الأغراض ديالكم، اللي الاستجابة ديالهم ما كتعطلش. وياكم شي واحد يديرهم بنية التجريب، هادشي ما فيش تجريب، ديروها بنية أن الغرض غادي تقضى مليار في المليار، 100%. سيف من السيوف، أول سيف وهو سورة ياسين 41 مرة، وهذا العدد ديال 41 كيتسمى العدد الناري، اللي سبحان الله العظيم ما كنعرفوش السر ديالو، كيعرفوا غير الأولياء والصالحين هما اللي داروا سورة ياسين هذا العدد 41. كتقراها 41 في جلسة واحدة، وكتدعي في الأخير بقضاء أي غرض كيما يكون النوع ديالو من خير أو شر. شر يعني دفع الشر، دفع كيد الظالم، الشفاء من الأمراض، دفع الأذى الجن عنك. إلا كان عندك شي جني كيعذبك وكيمسلط عليك بالسحر أو العين، تقدر تستخدم هاد الصورة، ربي كيسخر لك الملائكة ديالو كيصرفوهم عليك. عندك سورة الإخلاص العدد ديالها 101، حيت هي العدد ديالها إلا حسبتيها
العدد ديالها 100 هي 101 باسقاط الحروف، يعني الحروف الظلمانيه كتبقى. هذا هو السر ديالها، كتقراها بسمله واحده لاي غرض وكتدعي في الاخير. السيف الثالث هو لا اله الا الله، كتقراها 1000 مره وكتضيف في الاخير ديال الذكر اسم من اسماء الله الحسنى كيناسب الطلب ديالك. مثلا الا بغيتي تقرا لا اله الا الله على التيسير في الرزق كتقول لا اله الا الله الرزاق. للطف والشفاء كتقول لا اله الا الله اللطيف. الا بغيتي تقهر العدو ديالك وتنتصر عليه في شي مقابله او في المحكمه كتقول القاهر، لا اله الا الله القهار مثلا. المهم كتدير السيف الاخير وهو سوره الواقعه 3 مرات بعد صلاه الفجر يوميا للتيسير في الرزق وفي العمل وللبركه. والسلام عليكم ورحمه الله. بارطاجيو هذه الفائده، راني جمعتها لكم، والله يسخر لكم فيها ويسر لكم جميعا. السلام عليكم. واش عارف أن الله تعالى في القرآن الكريم حدد لنا 4 سرعات مختلفة نمشو بهم تجاه كل حاجة باش ما يختلش التوازن ديالنا. هذا تدبر جميل جدا صادفته وبغيت نشاركه معكم. لاحظ أن السرعة الأولى اللي حددها لنا القرآن الكريم واللي كتخص أي حاجة عندها علاقة بالدنيا أو بطلب الرزق هي المشي. قالنا فامشوا في مناكبها. معنى هذا أن طلب الرزق ديالك أو طلب الدنيا ديالك خاصو يكون بهدوء، باتزان، فيه أخذ بالأسباب، ولكن بدون داك الهلع ولا الاستنزاف ديال النفس ولا التضحية بالدين ولا بالأسرة ولا بأي حاجة من أجل هذه الدنيا. فاش انتقلنا للعبادة انتقلنا إلى سرعة واحدة أخرى أعلى من المشي وهي السعي. الله تعالى قالنا على الصلاة فاسعوا إلى ذكر الله. وهنا السعي ما كيعنيش الجري، ولكن أنك كتمشي في اتجاه داك العبادة ديالك بكل جدية واهتمام وكتقدمها على ما سواها. والسرعة الثالثة اللي كتخص طلب الجنة والمغفرة قالنا عليها الله تعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، وفي آية أخرى وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. لاحظ أننا طلعنا السرعة ووصلنا للمسارعة، يعني ما بقيناش في مجرد السعي ولكن دخلنا في واحد المسابقة، لأن الأبواب ديال الخير محدودة جدا والأعمار ديالنا محدودة والموت كيجي بغتة. والسرعة الرابعة والأخيرة هي السرعة ديال النجاة بالله. كل ما يتعلق بالتوبة باللجوء إلى الله قالنا الله تعالى عليها ففروا إلى الله. الفرار هو الهروب بأقصى سرعة ممكنة، شي حاجة اللي ما كتحتمل لا تردد ولا تسويف. وإلا لاحظنا أن في هذه السرعات الأربعة كل ما كترتفع قيمة المقصود كل ما كترتفع السرعة المطلوبة. والمشكل ديالنا للاسف هو اننا كنمشيو بسرعات غير متوافقه مع هذا المقصود هذا، وكنعكسوا شي مرات هذا الترتيب، وكتلقانا كنسارعوا الى الدنيا، كنسعوا الى الدنيا وما كنمشيوش بداك المشي المطمئن ان الرزق ديالنا راه محسوم واننا مجرد كناخذوا بالاسباب. ومنين كيكون الموضوع يتعلق بالعباده او بالنجاة بالله كنمشيو متفاقلين. فإلا قدينا هذا الترتيب هذا ومشينا في كل حاجة بالسرعة المطلوبة فيها، راه الحياة ديالنا غادي تستف وغادي تقاد بلا ما نشعروا.